فوجئنا بهذه الحملة والتزييف والأوهام الذي يقولون أنها حدثت في السودان، وهذه هذه الأوهام والأكاذيب مجافية للحقيقة ومفارقة لها تماما. انت حصل له حاجه؟ ايه يعني من الأشياء الغريبة جدا أن هذه الأوهام والأكاذيب بنيت على أسس غير سليمة، منها شهادات. يعني الفنان الذي كان وهو أظن محمد فؤاد يشرب الشيشة النرجيلة في قهوة الساحة اللبنانية ويتصل بالقناة ويصرخ، وقبضته الشرطة السودانية، وإنما سئل قال إنه يريد أن يستعجل إرسال الطائرات من مصر. ذهبت الشرطة السودانية ودخلت المكان ووجدوا هذا الرجل المحترم يشرب في الشيشة، يتناول في الشيشة ويتصل ويصرخ الحقوني الحقوني. الشرطة قبضت، كادت أن تفتح بلاغ إزعاج سلطات. اتصل الوزير قال اتركوا هذا الأمر، قال خلاص هذه أمر رياضي لكي ما يخرج الأمر من الإطار الرياضي اتركوه. تركوه. ذاهب إلى المطار التقاه صحفي سوداني رياضي معروف يعني خالد عز الدين، فسأله لماذا تصرخ؟ قال عشان يجيبوا لي الطيارات، استعجلهم يجيبوا الطيارات. انتوا شرطة! انتوا شرطة! يا جماعه ما حدش يحتك بحد، خلاص يا جماعه. يا استاذ الواد انزل يا فؤاد، انزل يا فؤاد، انزل. مش مشكله بس انزل في الارض. في حد بيتعور ورا. انزلوا، مش مشكله يا جماعه، انزلوا كله ينزل، كله ينزل يا جماعه، كله ينزل. فين يا عم الشرطه بتاعتكم يا عم؟ الشرطة ما كلهم بالاستاد يا راجل حرام، كله في الاستاد، ما تأمنوا الطريق اصلا يعني. الجزائريين دول يا حرام زاده. شوف ضربوا مرمين في الشوارع، ضربوا بيجروا وراهم في الشوارع. والله بتعرفوا
يعني الصورة مش محتاجة تعليق، مش محتاجة حد يقول حصل ايه. انت لو بصيت تحت كده في حتة بص عالية، شوف الحتة العالية دي ما تجيش شبر، جاية من الأرض لغاية دي. كلنا كان اللي ظهره فوق دي معرض انه يتقتل، معرض انه يموت بجد، موت محقق يعني مش تهريج. في سكاكين كانت بتخش توصل نص متر هنا وتطلع. للاسف اللي وقع سكينه واحده انا هفرجها لك دلوقتي، دي اللي فلتت من واحد منهم. على جلخ مسموم على جلخ. أقسم بالله المجازر التي سوف تحدث في السودان أنتم الذي سيتكبد الخسائر هذه، وحتكتب على ظهوركم، وحتشوفوا الجزائريين اللي راح يروحوا السودان مش الجزائريين اللي راحوا مصر. الجزائريين اللي راحوا مصر دول ناس عقال، دول دكاترة، أكثرهم مش من الطبقة الراقية. دلوقتي مع وصول تذكرة إلى 5000 دينار جزائري اللي راح يروح للسودان، دول ما يعني خاوتي الجزائريين ما يديوهاش من عندي نقطة، راح يروحوا ثالث المجتمع، اللي ما يشتغلش، اللي ما تبكيش عليه يمه، اللي أمه مش حتبكي عليه، مش حتعيط عليه، حيروح يتفرج. وقال لك مش عايزين كأس العالم، عايزين نرجع حق اخوتنا اللي توفوا في مصر. وحتشوفوا ما سمعتم به وقع في الجزائر اليوم ما هو إلا مقدمة لنهاية العلاقة الجزائرية المصرية في حرب قايمة، واحنا ان شاء الله حنكون قد الحرب. وانا ما بحرض اي حد، انا مش بحرض الشعب الجزائري. الشعب الجزائري اصلا دخل الامر دماغه، مش حينقص منها حاجة. نجح الذي بذل الجهد ودبر وخطط، ومن قصر كان لم يكن معه التوفيق. نتمنى له التوفيق في المرات القادمة يعني.